يعني الرباعي ده كان متشكل بهذا الشكل. نعم. حازم امام في اليمين اللي هم الاربعه القدامانيين، وشيكابالا في الشمال، وميدو في وسطهم كبلاي ميكر وبيكمل. وفعلا هو بس تصليح، انت قلت النادي الاهلي 28 نقطه، النادي الاهلي 29 نقطه انا اسف. 29 نقطه انا اسف. نعم. فالتشكيل ده سمح لنادي الزمالك في الناحيه الهجوميه. الاربعه الحقيقه كان عندهم مرونه في ان هم يتحركوا كيفما يكون، يعني حسب ظروف اللعب. نعم. لكن شفنا شيكابالا معظم الوقت في الشوط الاولاني في الجناح شمال، وعمل طبعا عرضيه منها جه الجول الثاني، الجول الاولاني سجل منها احمد جعفر الهدف الثاني. نعم. يعني ده طبعا كان سبب العمليه دي، كان سببها انه فريق المصري كان بيلعب بجرأة هجوميه، ودي برضو احد الفرص اللي خطفها احمد جعفر وانفرد بيها، ولكن جورجو اوا استطاع انه بسهوله جدا. وده الهدف الثاني بتاع ميدو اللي يشوف هيلف وهيشوط، وبعدين الجول كيبر وقعت منه وعمل عليها فولو احمد جعفر. يعني ميدو تحركه في نص الملعب كان افضل بكثير جدا من وقوفه قدام في هذه المباراه، وكان برضو بيطلع قدام او بينضم للهجوم في بعض الاوقات. سمح بهذا زي ما بقول لك المساحات الكثيره اللي كانت موجوده في دفاع النادي المصري، لان النادي المصري لعب برضو بشكل هجومي من بدايه، وبعدين سجل هدف في الشوط الثاني واستفاد من الهجوم بتاع النادي المصري والمساحات اللي خلف المدافعين. ودي واحده كان ممكن لازم ميدو يجيبها جول، هي واطيه شويه، كانت محتاجه شويه مرونه في انها يوصل لها لتحت شويه. برضه هو بينعي حظه، لكن ما فيش شك ان هو محتاج تدريبات كثيره جدا قدام الجول، يعني لانه شفنا الفرص اللي راحت في المباريات اللي فاتت، مباراه الاهلي والزمالك، ودي فرصه برضه المفروض لو هناك عنده شيء من المرونه كان منزلها شويه وكان ممكن ان هو يسجل منها. صحيح. نتيجه لبدايه التهديف من البدايه، لان كان نادي الزمالك ينقصه التهديف. دي 4 مباريات اللي فاتت بيلعب وبيهاجم وبتجيله فرص لكن ما بيسجلش، 4 مباريات فرص. نعم. هو طبعا النهارده الفرص كترت لانه برضه فريق المصري بيهاجم ففي مساحات. نعم. انما المباريات اللي فاتت كانت مباريات مقفوله، يعني اذا لما لعب ضد المحله دفاع مقفول مغلق، فالفرص اللي بتيجي ضعيفه ومحتاج انك تشوط من بره ال 18، والفرص اللي بتيجي من جوه بتبقى انصاف فرص. مع الشرطه نفس الشيء، الشرطه بيهاجم لكن بيرجع بكثافه كبيره جدا، ولذلك الزمالك وجد صعوبه في التسجيل في مثل هذه المباريات، حتى مباراه حرس الحدود. انما المباراه دي من الفريق المصري ايضا بيلعب للفوز، الفرقتين 12 نقطه وبيلعب الفوز، ودي برضو تحسب للكابتن انور السلامه ان هو برضو ما رجعش ما جاش هنا في مصر انه يدافع قدام الزمالك، عنده وجات الفرص بس هو لم يحققها. طب تدردش مع كابتن طارق؟ طبعا. اتفضل يا كابتن. وتحسب للجهاز برضو اللي يعني عمل عمليه استثاره لدوافع اللعيبه، وده الهدف الثالث احنا شايفينه. انا شايف انه الفرقه بتلعب امكانيات لعيبه كتيره بانت. ميدو لما لعب في نص الملعب وبقى يكمل عمل كرات خطيره جدا لزملائه. احمد جعفر استفاد من كل الفرص اللي بتجيله. شيكابالا في الناحيه الشمال اشتغل كويس، وحازم امام في الناحيه اليمين. يعني حتى التشكيل اللي هو في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني اللي احمد مجدي انضم لنص الملعب واربع باكات تقريبا بيلعبوا، برضو ادى ده اثمر الى انتشار جيد في الملعب، وفي نفس الوقت بقى في اختراقات من الجناب ومن الوسط. واعتقد ان دي بدايه طيبه جدا بعد مباراه النادي الاهلي. ان شاء الله فريقكم فريق الزمالك باذن الله تعالى يعني يسير على هذا المنوال حتى يضع نفسه في المكان اللائق ليه باذن الله تعالى. ان شاء الله دكتور طه، انا بشكرك جدا على تحليلك الجميل، لكن انا عايز اقول حاجه. انت عارف ان مباراه الاهلي كانت